قبل ما يبدا عاوزين كلنا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انا احمد رمضان وانت ما تعرفنيش بلخص انمي. بص انت بطل عشان دخلت الفيديو ده، طالما دخلت الفيديو ده صدقني مش هتندم وهتشوف اقوى واجمد ملخصات الانمي. يلا بينا نبدا. روح اشتركوا في قناتي التانية يا ابطال وفعلوا زر الجرس، هتلاقوا هناك اقوى ملخصات الانمي، وهننزل حاجات كتير الفتره الجايه يا ابطال باذن الله، وانا واثق انها هتعجبكم. تاني يوم بيطيروا وبيقول كبير الكهنه يلا بينا نرجع للعربيات بتاعتنا عشان نرجع بلدنا. فجاه ومش بيكمل كلامه وبيحصل هجوم مفاجئ عليهم، بتطلب مان من دميل انه يلحقهم بسرعه. بيقول للاسف مش هقدر، المنى بتاعتي ضعيفه. بتتكلم خلاص استخدم المنى بتاعتي، بيستخدموا المنى بتاعتها وبيطيروا بسرعه ناحيه كبير الكهنه. بتشوف مان حاجه سودة بمحوطه العربيات وبتسال دميل ايه الحاجه السودة دي؟ بيرد ده حاجز مصنوع من ملك الظلام، مش هتنجح هجمات المنى بتاعتنا انها تقضي عليه. وبيبدا سكان القريه يهجموا على العربيه، وبتقول مان لكبير الكهنه طالما مش هنعرف نستخدم المنى بتاعتنا ضد الظلام ده فاستخدم السحر بتاعك واكسف الناس دي. بيتكلم سيلفستر انت اتجننت ولا ايه؟ دول ممكن دول يكونوا شويه رجاله من القريه متعصبين شويه. بتقول ميان فاني وروجينا اهم دلوقتي، وتتعصب ميان وتخرج المنى بتاعتها عن السيطره. وبيطلب سيلفستر من كبير الكهنه اعمل اي حاجه حاول توقفها. برد مش هقدر بس ممكن اوجهها على الاقل. يا ميان حاول تقولي الكلام اللي كنت علمته ليكي. وبتعمل ميان كده فعلا وبتشيل تاثير المنى من عليها، وبتكمل تقول كلام السحر اللي قال لها عليها. وبتكلم كبير الكهنه خليكي مكمله كده لحد لما حاجز الظلام ده يمتص المنى بتاعتك. وبيظهر نور من الاسوره بتاعتها وبتكون درع جديد حوالين الظلام، وده بيصد رجاله القريه انهم يقربوا من العربيه. بتكلم دميل انا حاسس بمنى قويه قوي جايه من ناحيه الغابه. وفرديناند حاول افتش في الغابه واشوف المصدر. المهم يا دميل استمر في حمايه ميان هنا في الجو. وبينط سيلفستر على الحيوان المجنح بتاع ميان وبيشيلها وبيرميها ناحيه كبير الكهنه. وبتقول ميان ايه يا ابن المجنون اللي عملته ده؟ الحمد لله اني ما وقعتش. وبيطلب من فرناند انه يخليه هنا وهو هيروح مع دميل يشوفوا ايه اللي في الغابه. وبتكلم فرناند انا عارف ان التصرف اللي عمله ده غبي بس ده عشان سلامتك. وبيبدا يهجم سيلفستر بقوه العنقاء وبيكون حاجز لونه احمر ويفضل يكرر الهجوم بتاعه. وبيضرب كاسيتات ضربه بتقدر تقضي على الظلام ده. بتزعم مان العربيه اهم حاجه تكون بخير. بيقول كبير الكهنه ما تقلقيش العربيه سليمه. وبتتعب مان جامد وبتحط راسها على كبير الكهنه. بتتكلم المنى اللي عندي خلصت وبيغمى عليها. بتفوق مان بالليل وبتطمن روجينا عليها وبتقول لها ما تتحركيش خالص، شكلك كده استخدمت كميه كبيره من المنى بتاعتك. بتسالها مان هو الكل بخير؟ بترد ايوه كله تمام الحمد لله، اهم حاجه ريحي نفسك انت بس. ولما فاقت مره تانية حضر كبير الكهنه الدواء بتاعها وبتبدا انها تشربه. وبتقول في نفسها انا طلبت منه انه يحسن النكهه بتاعت الدواء ده بس لسه وحشه زي ما هي. وبتحكي انهم ما عرفوش مين ورا حاجز الظلام ده بسبب بؤره اللي حصلت بسبب ضربه كرسيديد اللي دمرت كل حاجه. بتكلم كبير الكهنه مع ميان نص الناس اللي هجمت على العربيه بتاعتنا ما كانوش مزارعين من القريه. تسال ميان طب مين الناس دي وشغالين تبع مين؟ بيقول اللي عمل قوه الظلام ده اكيد شخص عنده منى قويه جدا، فاكيد عامل الهجوم ده واحد من النبلاء، بس اعتقد مش الكنت غير لاغ هو اللي ورا ده. انا حاسس ان في حد جديد هو اللي ورا الحوار كله. وانا بدات افكر كده لما قال دميل انه حاسس بوجود منى قويه جايه من ناحيه الغابه، اكيد دول جنود ملتهمون. وبتستغرب مان من كلامه ده. تاني يوم بترجع مان مع دميل على الحيوان المجنح الكاتدرائيه من تاني، وبيستقبلها غيل وديليا وبيرحبوا بيها. وبيجي فان وروزينا وبيشكروا ميان. بتقول لهم على ايه بس؟ بردوا قيمه المزارعين والمحاصيل بتاعتهم اكبر مننا، رغم كده انت اخترت تنقذينا احنا عايشين الوقت بسببك كمان، شكرا بجد. لو كان مكانك حد تاني ما كانش فكر فينا خالص. وبتحكي مان انها عينت 2 طباخين جداد اسمهم نيكولا ومونيكا عشان يساعدوا هوغو وايلا في الطبخ لما كانت في صلاه الربيع. وبيجي فان وبيقول كبير الكهنه عايز يشوفك. وتروح ميان فعلا وبتكلم موعد يا ميان في حاجه مهمه اقول لك عليها. بتكلم سيلفستر يا ميان انت اللي هتدليني وده هيسهل عليا عمليه البحث. بتقول ميان ادلك على ايه بالظبط؟ انا مش فاهمه حاجه. اول حاجه هتورينا فين الميتم، وتاني حاجه ورشه العمل، وتالت حاجه يا ستي هتورينا الغابه اللي بيروح لها اليتامى. وبتفكر مان انه هيلغوا كل حاجه عملتها في الميتم، بس بيطمنها كبير الكهنه ما تقلقيش خالص انا هاجي معاكم للميتم والورشه، بس دي هتكون اول مره اشوفهم. يلا يا ست نروح. وبيزوروا الميتم وبيتكلم سيلفستر انا فكرت المكان ده هيبقى زي الخرابه وكده بس انا متفاجئ ان طلع نضيف كده. وبتعرف ميان ويلما على كبير الكهنه وسيلفستر، وبتقول دي اللي بتدير الميتم وكمان بترعى الاطفال. وبتشكرهم ويلما وبتقول المكان والله ينور بوجودكم وده شرف كبير لينا. بقول كبير الكهنه انت رسمت الصور الرهيبه للكتاب عاش عليك والله، واستمر في الشغل ده وهتطوري من نفسك جامد. تشكروا ويلما على الكلام المشجع ده. ويمسك سيلفستر حاجه صنعها ميان وبيسال دي ايه؟ بترد دي اوراق مكتوب عليها حروف. وبتكلم كبير الكهنه انت ما قلتيش ليا عنها قبل كده ليه؟ بترد عشان دي مش للبيع عشان كده ما قلتش ليك، لان السيد بينه سمح ليا ان اصنع اللي عايزاه بس قال لي ما اصنعش كميه كبيره. بتكلم طب لسه نعطيها اساسا. بتقول عشان ده هيفيد الخدوم ويخليهم يتعلموا الحروف الابجديه، وصنعت كمان مجموعه منها اللي ميتم والورشه، وصنعتها عشان احنا بنبقى محبوسين هنا في الكنيسه في الشتاء ما بنعملش اي حاجه مفيده، فقررت بسبب ده ان اعمل شويه كتب يقراوها وكمان كوتشين عشان يسلوا وقتهم. ودلوقتي هم بيقدروا يقراوا ويكتبوا وكمان بيعرفوا يحلوا المسائل الحسابيه. وبتستغرب سيلفستر من
ذكاء ميان. ولين كبير كان عليها بترد عليه في حاجه، بقول بعدين احكي لك. شكلها كده لفتت الانظار ليها تاني، وبيسال سيلفستر يا مان انت بتصنع الدميه فين؟ بترد عليه احنا بنصنعها في وقت الشتاء، وبنصنع الورق والكتب المصوره في الورشه بتاعتي. بتكلم بس انا ملاحظ ان الدميه ارباحها بتكون اكتر من الكتب، ليه؟ بتخلي الاولويه لصناعه الكتب. بترد لاني بحب اقرا الكتب واصنعها، خليك انت بس في حالك. والكبير كان انتوا الاثنين جبتوا لي صداع، يخرب بيتكم زنانين. انا عايز دلوقتي كوبايه شاي في ال50 حاجه كده تظبط لي دماغي تاني. وبروح بعد كده الورشه بتاعتها وبتعرف سيلفستر على السيد بينه والمساعدين بتوعه لوتس وليون. قلت لهم هم مسؤولين على الادوات اللي بتتصنع في الورشه هنا. ويبص سيلفستر لبينه بنظره غريبه، بيفضل بينه يقول كلام غريب وملخبط ومش عارف يقول كلمتين على بعضهم. وبس سيلفستر يا بينه انا عايزك تعالى معايا اسالك شويه اسئله كده. بروح معاه وبتتكلم مان في نفسها، هو السيد بينه ماله كده؟ اول مره اخاف بالشكل ده. وبيسال كبير الكهنه يا مان ايه الاله الجديده دي؟ بترد عليه دي اله طباعه. بص انا هشرح لك طريقه عملها بالظبط. هتاخد الاحرف المعدنيه المطبوعه وبترصها في صفوف زي ما انت شايف كده، وبعدها بيمشي حبر على الاحرف دي وبيحط ورقه بيفضلوا يضغطوا عليها. ممكن نطبع صفحات كتير في وقت واحد. هنستخدم الطريقه دي عشان مفيش طباعه حقيقيه هنا، لو كانت موجوده كنا صنعنا رسم الصفحات في وقت واحد. والكبير الكهنه يا مان انا عندي اسئله كتير لازم تجاوبيني عليها، وكمان في حاجات لازم اقول لك عليها. تقول نفسها يا ترى عايز مني ايه؟ وبتسال مان السيد بينه وسيلفستر قال لك ايه بالظبط، وبيقرص خدودها وبيخليها تحمر. قلت غلطتك يا كلب انت. بقول بس اللي انا عارفه دلوقتي ان في فرصه جات لي ومش عارف هتنجح ولا هتفشل. قلت ميان والله انا مش فاهمه حاجه، بس المهم اعمل كل اللي تقدر عليه وخلاص. بيفضل يقرص في خدودها تاني. وبتحكي مان ان تاني يوم لوتس وغيل راحوا مع سيلفستر الغابه عشان يصطادوا، وبيرجعوا مع حيوان ضخم. وبيتكلم سيلفستر على فكره انا اللي اصطدت الحيوان ده. وبيفضل لوتس وغيل يعظموا فيه، انت ما فيش منك اتنين، عمرنا ما شفنا حد بيصطاد بالقوه دي زيك. وبقول ممكن اليتامى ياكلوا منه عادي. وبفرحوا جدا وبتشكروا مان. اخر النهار بيتكلم سيلفستر انا ما استمتعتش بوقت كده من فتره، خد يا مان دي هديه مني ليك. وبتشكره. بتقول يا ترى دي اداه سحريه؟ برد ايوه فعلا دي واحده من الادوات. بتساله ايه الغرض منها؟ برد ده بيصنع درع واقي حواليك لما تحتاجيه. بقول لفي وانا هوريك ازاي تستعمليه. وبتعصب انت عمرك ما خدت اي اكسسوار من راجل قبل كده؟ ارفع شعرك يا ستي. بترفعه وبيربطه حوالين رقبتها، وبيطلب منها انها تحتفظ بيه طول الوقت. وبقول لو حصل اي مشكله ليكي حط ختم دمك على الحجر الاسود ده واوعدك اني هاجي وانقذك. بيفضل يطلب منها تنونو تاني وبيهزر معاها. وبيجتمع كبير الكهنه مع ميان في الغرفه السريه وبيتكلم شايف الكتاب ده عشان نصنع واحد منه بس بيحتاج شغل وورشات وحرفيين كتير، بس كتابك ده مش زيه. انت قدرت تعملوا الصور والطباعه كلها في ورشه واحده، ولما تقدري تكملي الطباعه بتاعتك دي هيخلينا انت كميه كتيره من الكتب في وقت قليل. وده يسمح لناس كتير ما عندهمش شغل انها تشتغل معاكي عشان تكسب فلوس تقضيهم من صناعه الكتب. وبتقول يعني انت تقصد ان التاريخ هيتغير؟ وبسال العالم بتاعك بقى عامل ازاي لما الكتب بقت موجوده بكثره في ايد المزارعين وسكان القرى الصغيره. بتقول ان في احداث حصلت خلت الناس تعمل ثوره ضد الطبقه الحاكمه، وبداوا ياسسوا حكومه خاصه ليهم، وفيها بعض المعارضين نشروا مقالات بتحس الناس على التمرد. بس لو سالتني ايه اللي هيحصل والناس هتستفاد من ده ايه، انا عن نفسي ما عنديش اجابه للسؤال ده. وبيفكر كبير الكهنه ده يعتمد على الناس دي حاجه رخمه قوي اننا ما نعرفش ايه النتيجه اللي ممكن تحصل لو نشرنا الكتب. بترد احنا ما نقدرش نتوقع ان اللي حصل في العالم بتاعي ممكن يحصل في العالم هنا. بتقول ميان العالم هنا ما يقدرش يشتغل من غير وجود نبلاء والسحر بتاعهم. وبرد عارف اني بس خايف من اللي هيحصل نتيجه لده، لان اكيد النبلاء مش هيسكتوا على ده. ايوه يا مان صحيح وقفت الطباعه شويه كده. بتزعل مان ليه؟ ايه السبب؟ بتكلم ان العائلات ما عندهاش فلوس بتكسب يومياتها من نسخ الكتب. لو طبعاتك اتنشرت في كل مكان فالنبلاء من اقل طبقه هيحجطوا عليكي ومش هيسيبوك في حالك. بتقول ميان حاضر بس انا هكمل طباعه امتى؟ بيرد لما يتبناكي كرسيديد. وبتكون ميان حزينه لان دي مده طويله قوي لحد ما يتبناها. وبيكمل كلامه لو في حد من الناس العاديه حط رجليه بس في منطقه النبلاء هيقتلوه فورا. لو انت بقيتي نبيله هتاخدي اذن من الحاكم للطباعه ومحدش هيقدر يعمل معاكي اي حاجه. بتقول ميان بس كده لسه سنتين. بتكلم ايه رايك تخلي كرسيديد يتبناكي حالا؟ بترفض ميان عشان مش عايزه تسيب اهلها. وبسالها انت رافضه يكون كرسيديد نفسه هو اللي يتبناكي؟ بتقول لا والله ده شخص كويس ويقدر يحميني، بس انا قدرت دلوقتي اعرف كل المشاكل اللي عملتها لاهلي قبل كده بسبب ان الكتب كانت تعتبر اهم حاجه في حياتي. انت اللي خليتني اعرف قيمه عيلتي الموجوده هنا، عشان كده عايز اقعد اطول فتره ممكنه مع عيلتي. وبقول طالما انت مصر على ده فبراحتك، انا ما اقدرش اغصب عليكي، بس اهم حاجه في السنتين الجايين عايزك تصنعوا كتاب للاطفال هنا في الكاتدرائيه بكميه قليله جدا. وكمان عندي بينه تفهم معايا بتتكلم بالمناسبه صح سيلفستر ايه علاقته بيك؟ شكلكم كده قرايب. برد خليكي في حالك وما تحشيش مناخيرك في اللي مالكيش فيه. بتقول اه تمام اذا كان كده بقى انا هستاذن. ويوقفها استني انا لسه ما خلصتش كلامي. ابسطي يا ستي كلمي عيلتك عشان انت تقدر دلوقتي ترجعي البيت. تفرح ميان عشان هتروح اخيرا لبيتها وعيلتها من تاني. وبتبدا ميان تجهز هدومها مع ديليا وبتسالها ان يكون عندك عيله دي حاجه كويسه. بترد ايوه اكيد لما تبقى معاهم بتحسي بالامان والسعاده. وبيجي باباها وتوري عشان ياخدوها. بتنط في حضن ابوها من الفرحه. بيودعها دميل وبيقول ما تخرجيش لوحدك وهشوفك بكره ان شاء الله. بتخش البيت وبتسلم على مامتها وبتشوف بطنها كبرت. بتقول انت قربت تولدي في اي وقت.
الوقت. بتقول مامتها ممكن كان مستنيكي ترجعي البيت عشان يجي بالسلامه. بتحط ميان ايدها على بطنها ونونو بيخبطها. بيفضل كلهم يضحكوا وبيناموا مع بعض بالليل زي الاول. وبيجي يوم ولادة الام وبتمسك ميان ايد امها وبيروح الاب يجيب الست اللي هتولدها وبتروح توري تجيب الميه. وبتحكي ميان ان لما الست بتولد كل الستات اللي في البلد بيجوا عشان يقدموا المساعده، والرجاله بتبدا تذبح الفراخ يوم الولاده. ودي العادات بتاعه العالم ده. تطلب من لوتس انه يبلغ الكدريه انها مش هتعرف ترجع دلوقتي وهتقعد فتره عشان مامتها. بيروح لوتس وبيقول لفان عن اللي قالته ميان. بيقول فان انا احكي انه بلاء اللي هنا ان مان كانت عامله حفله لحد من مدينه كان بيساعدها. وبيشكروا لوتس وبيقول ما تحاولش تقول لديليا عن الموضوع. وبتكون ديليا بتراقبهم فعلا وبتسمع كلامهم. وبتمشي ميان وبتقعد تدعي ربنا انه يجي بالسلامه. وباباها بيكون قلقان برضه. بيخبطوا في بعض هم ماشيين. وبتيجي توري بتقول امنا ولدي اتولد. وبيفرح الاب وميان جدا. وبيروحوا على طول عشان يطمنوا على الام. وبيشوفوا النونو وبيشيلوا الاب. وبتساله ميان هتسميه ايه يا بابا؟ برد هنسميه كميل. وبيديه ميان عشان تشيله وبيفضل يعيط. وبتكلم نفسها انا مش هقدر اقعد مع كميل اكتر من سنتين، بس هعمل كل اللي اقدر عليه عشان ما ينسانيش خالص. هعمل له كتب مصوره كتير قوي يفتكرني بيها. بتروح ديليا عشان تحكي لرئيس الكهنه على اللي سمعته. وبتقول جيني للاسف هو مش موجود دلوقتي، عنده دعوه لزياره مدينه في الجنوب. بترد تمام. على العموم قولي له ان مان كانت في المدينه بتحضر حفله لواحد تعرفه. وبتتكلم جيني عندي ليك مفاجاه، هيجي كدريه ضيف وسمعت ان نبيل ده بيحب الاطفال، حاولوا تظهري بافضل مظهر عندك. تشكرها ديليا على المعلومه دي وبتمشي. وهي ماشيه بتقول في نفسها لو اني خليت النبيل ده يحبني ويتجوزني ممكن يخليني امشي من الكدريه دي. وبيكون جيني ورا وبتقول النبيل ده مش بيحب الاطفال العاديين، ده بيدور على طفل عنده مرض ملتهم. وانتوا عارفين يا ابطال مين اللي عنده المرض ده؟ اكيد هي ميان. بتجمع رئيس الكهنه مع مجموعه من النبلاء وبيتكلم الفيكونت غيرلاغ الخطه اللي عملناها عشان نخطف ميان في صلاه الربيع فشلت. بيتكلم واحده اسمها داليدوف للاسف كنت عايزه البت اللي من العمه دي تعاني هي وفرديناند عشان بيحميها. بيعتذر الفيكونت غيرلاغ منها وبيقول انا اسف اني خسرت ابنك تشيكيكوزا. وبيتكلم الفيكونت بيندو انا عايز تعويض عن الجنود الملتهمين اللي خسرتهم في المعركه دي، وانا عايز التعويض يكون ان اقدر اشتري الكهنه اللي اسمها ميان. بقول رئيس الكهنه انا فاهم طلبك بس وبيقاطعوا الفيكونت بيندو انا عارف هتقول ايه. احب اعرفك لو نبيل اتبناها زي من قطاع تاني عن اللي هي موجوده فيه احنا هنكون مش محتاجين اي اذن من الحاكم. بيكمل الفيكونت غيرلاغ مكانه انا عارف ان مان عامله مشاكل لكم كتير وهي عامله زي الشوكه اللي في الزور. بيتكلم دلادوف عارف ان فرديناند صرح وقال ان مان تحت حمايته، بس لو اتبعت انا متاكده ان فرديناند هيعاني وده هيكون انتقام مني ليه بسبب اللي حصل مع ابني. بقول الفيكونت غيرلاغ وانا متاكد ان ده هيخلي اختك الكبيره فيرونيكا يا رئيس الكهنه هتكون سعيده جدا. بيتكلم الفيكونت بيندو بما انك رئيس الكهنه كنا عايزين مساعدتك، احنا عارفين انك تعرف حاجات كتير عن الكاهنه دي وعايزين برضو نعرف ايه طبيعه العقود اللي عندها. وبيدي الفيكونت غيرلاغ رئيس الكهنه كوره سودا وتميل العسل قوي، كل لما بيجي يعيط خدوده بتحمر وبكون عايز اكله. وبتوصل عند السيد بينو وبتحكي ان مامتها ولدت ويبارك ليها وبيقول لها ده حتى لسه كورينا مرات السيد اونو مخلفه بنت وسموها ريناتي. بيقول بينو هتبقى وريثه شركه جلبرتا. بتتكلم مان شكلك مش متحمس ليه انها تكون الوريثه؟ برد لان اونو هو اللي هيكون مهتم بالشركه هو الواصي عليها. سيبك مش مهم يا ست احكي لي انت دلوقتي اخبار الطباعه معاك ايه؟ بترد عليه رئيس الكهنه طلب مني ان اوقف طباعه لفتره من الوقت ان لو استمرنا في ده ممكن ان مجموعه من النبلاء تبدا انها تعارضنا بسبب انها بناخد شغلهم. بتقول مان عشان كده هستغل كل وقتي في ان اصنع كتب مصوره في الفتره الجايه. برد عليها كل وقتك انت بتخططي لايه بالظبط؟ بترد اول حاجه انا عايز اصنع حبر ملون عشان نضيف الوان للصور، وتاني حاجه عايزين نطور حتى ما عادش موجود اي كهنه رماديه من اللي خلفوا اطفال عشان نجيب اللبن منهم. بتسال ويلما يا مان ما تعرفيش ازاي نتعامل مع طفل من غير امه؟ بترد انا قرات قبل كده ان في ام ما كانتش تقدر ترضع ابنها جابت له لبن معيز. بترد ويلما شكرا على الفكره دي يا مان اروح حالا اجيبه. وبيصحى الطفل بيفضل يعيط وبتقول مان من عياطه ده اكيد دلوقتي جعان. بتجتمع مان مع كبير الكهنه وبتحكي ليه عن الطفل بيقول اعتني بيه زي ما بتعتني بالاطفال التانيين. بترد عليه احنا جينا هنا عشان نقول ان مفيش اي كهنه رماديه خلفت قريب عشان نجيب اللبن منهم. بتكلم كبير الكهنه تمام فهمت. طب نأجر مرضعه ولا ايه؟ للاسف ما عنديش اي خبره في تربيه الاطفال. بترد مان فكره كويسه بقول احاول ان اشوف واحده ترضى انها تيجي الميتم عشان ترضع الطفل. وبعدها بتروح ميان للطفل وبتقول للخدم بتوعها احنا كلنا نعتني بالطفل لان ويلما مش هتقدر تتعامل معاه لوحدها. بتكلم ميان ويلما هتعتني بالطفل بالنهار واحنا نقسم نفسنا عشان نراقبه بالليل لانه يحتاج انه يشرب لبن وكمان اننا نغير هدومه. بتقول ليا وانا ليه اعتني بالطفل ده؟ بترد مان انك هتكون الاخت الكبيره ليه وعايزاك تعتني بيه كانه من لحمك ودمك بالظبط. بتقول مان اول حاجه لازم نسمي الطفل ده. بترد داليا في الحاله دي عايز اسمه يكون على اسمي عشان احس انه من عيلتي بجد. وبتفضل مان تفكر في اسم شبه اسم داليا وبتختار الاسم في الاخر وبيكون اسمه ديريك. وبتحط داليا دي على الطفل وبتقول انا من النهارده هكون اختك الكبيره. وبتفضل تطبطب عليه لحد لما بيخلص عيطه وبيضحك ليها. بتقول داليا شفته ده ضحك ليا. بتتكلم مان انا مش عارفه ديريك عيط ليه لما شافني وكمان اخويا كميل بيفضل عيط لما بيشوفني برضه. دي وبتحكي مان عن الطفل اللي جه الميتم وانهم هيربوه هناك. هو برضه اول ما شاف
شافني فضل يعيط، هو ايه اللي انا بعمله غلط؟ وبتقترح امهم ايه رايك تعملي برنامج نوم للخدم بتوعك عشان يقدروا يوصلوا انهم يعتنوا بيه بالليل. وبتقول ميان ده اقتراح حلو شكرا يا ماما. ام كميل ما عيطش ازاي، شكله كده بيحب الكتب زيي. وبتتكلم استنى بس شوف اختك هتصنع كتاب مصور ليكوا بالوان كمان المره دي هيعجبك ان شاء الله. وبتروح ميان عند السائب بينه وبيعرفها على بيارس رئيس نقابه الحبر الجديد. بتكلم بيارس بخصوص ده من النبلاء يسالوا عن الاعمال المشبوهه اللي كانوا بيعملوها مع وولف عشان يكملوها. ده يا شباب اسم رئيس نقابه الحبر اللي مات بيقول بينه وكمان ده هيسبب ليا مشاكل كتير قوي. اتكلم ميان انا حاسك انها تكون جدير برئيس نقابه الحبر يا سيد بينو. بيزعق فيها انت عبيطه عايزين تهتم بالموضوع ده. بيرد بيارس كنت اتمنى ان اعمل كده بس وولف كان محتكر بضاعه لما بقى الرئيس وكده هيطالبوا بيها عشان كده جيت هنا شركه جلبرتا. ممكن تساعدني يا ميان؟ بترد عليها اساعدك بس عايزه منك تطور حبر ملون. بتقول البنت اللي جايه مع بيارس انا ممكن اساعد. تتكلم ميان معلش انت مين؟ برد بيارس دي بنت هايدي هي وجوزها بيصنعوا الحبر اللي انت صنعتيه من ورق النبات. وبتتكلم هايدي طريقتك يا ميان في صنع الحبر مختلفه عن اي حد تاني وانا متحمسه جدا ان اشتغل معاكي. وبتسلم عليها ميان. بتقول ميان انا عارفه شويه معلومات عن وصفات للاكل ولما تنزل في السوق ممكن اشارك المعلومات دي مقابل فلوس. بتتكلم ميان انا ممكن اديلكم ربع فلوس دلوقتي عشان تبداوا في صناعه الحبر. بترد هايدي انا موافقه يلا نروح الورشه دلوقتي. بيمسك بينو ميان وبيقعد على كرسي بول استني يا غبيه احنا لسه مخلصناش كلامنا. ويودع السيد بينو ميان بيارس وهايدي وبيطلب السيد بينو من لوتس راقب البنت هايدي دي عامله شبه ميان بالظبط في رخامتها. برد عليها سيد بينو انا مش فاضي كفايه عليا ميان دي قرفاني في عيشتي. تتكلم ميان بتقول عليها لوتس اني قرفاك ماشي يا عم. تاني بيوصلوا الورشه عند هايدي وبتجمع كل المكونات عشان يصنعوا الحبر. بتعرفهم على جوزها جوزيف وبيرحبوا ببعض. بتتكلم ميان انا جيت هنا النهارده عشان اشوفكم وانتوا بتصنعوا الوان جديده للحبر. بترد هايدي ايه الحاجات اللي عايزانا نخلصها سوا يا ميان؟ بترد بص يا ستي هتحط صلصال اصفر مع زيت بذر الكتان هيدينا لون بين الاصفر والبني. وتبدا هايدي تخلطهم مع بعض وبيطلع لون النهايه ازرق مش اصفر. وبتجرب هايدي تخلط زيت تاني معاها وبيطلع لون احمر المره دي. تفضل كام مره تخلط زيوت جديده لحد لما في الاخر بيوصل اللون اللي عايزينه. بتقول ميان انا ما توقعتش ابدا اننا لما نستخدم انواع زيوت مختلفه تعمل الوان مختلفه عن بعضها. وبيسال لوتس يا ترى ايه السبب؟ تقول ده ميان ده مش المهم دلوقتي المهم ان قدرنا نصنع الالوان اللي هنحتاجها. بتقول ميان الوقت يلا نجرب الصلصال ازرق مع زيت جديد وبيطلع المره دي لون اصفر. بيتكلم هايدي الشغل ده هياخد وقت وجهد كبير. وبعد شويه بيروح لوتس مع ميان وبتكون حزينه لانهم مش عارفين يتوقعوا اللون اللي ممكن يظهر من الخلط ما بين المكونات. بيمسكها غير من هدومها وبيقول انت وعدتني انك تعملي لوح كتابه ليا. بترد عليه والله نسيت اني وعدتك ان اعمل لك واحد في الربيع انت قدرت تتعلم الحروف الابجديه عشان كده هطلب من يوهان يصنع لك واحد. وبيقعد على الارض وبيشكر ميان. وفي مشهد تاني بتكون ديليا عند رئيس الكهنه وبتحكي ان ميان بقى عندها اخ صغير. برد عليها مش المهم بالنسبه لي في حاجه تانية عندك عايزه تقوليها؟ تفضل تفكر وبتقولها صحيح في يتيم جه جديد في الميتم. برد عليها امشي الوقت لما احتاجك ابقى اناديك. تمشي وبتكلم نفسها انا فكرت النهارده اخد جايزه او حاجه. وبتروح تجيب اللبن عشان توديه لديرك. بتبص عليه بتلاقيه وشه مليان حبوب وبتحسس عليه بتلاقي حرارته عاليه قوي. وبتسال ديليا نفسها يا ترى ايه السبب؟ بترد انا شربته لبن المعيز وبعدها على طول راحت الحمى والحبوب اللي عنده. هو بياكد فاني ان شاف الطفل على وشه حبوب كتير الصبح. هو بتكمل ديليا كلامها وضحك. بتجرب ديليا تشوف حرارته بتلاقيها عاليه جدا. هو بتجرب ما انت حاسس على دماغه فجاه بتحس بمرض الملتهم اللي كان عندها بالظبط. تفتح عينيها بتشوف وش ديرك مليان حبوب. بتطلب مان من ديليا انها تجيب اللبن بسرعه. بتروح تجيبه فورا وبتحاول انها تشربه واول ما بيشرب بتختفي الحبوب من على وشه. تطلب مان من فان يجيب له رومبي. وبتكلم مان نفسها لو جبنا الفاكهه دي هتقدر تخلينا نتجنب خروج المانا اللي عند ديرك عن السيطره زي ما بيحصل معايا وبكده هنقدر نحمي انه يموت. هو بتروح فورا تقابل كبير الكهنه وبيسالها ايه الحاجه المهمه اللي عايزين فيها. بترد عليه فاكر الطفل اللي كلمتك عنه امبارح ان جه الميتم؟ هو مان هنا نتكلم عنه ومحدش يسمعنا. بقول طالما مش عايزه حد يسمعنا خد الاداه دي. بتكمل كلامها لما بيبدا انه يعيط بسبب انه جعان بتجيله حمى وكمان بيطلع حبوب على وشه. اول ما بيشرب لبن معيز بيرجع تاني لحالته الطبيعيه. بتكلم كبير الكهنه طالما بتظهر الاعراض دي عليه وهو طفل صغير كده هيبقى عنده كميه كبيره من المانا اكيد عنده الملتهم. هو بيبدا يفكر يعمل ايه معاه. بقول لازم حالا نعمل عقد بينه وبين نبيل كده. بتتكلم مان ان العقد ده عباره عن مقابل ان الطفل ياخد ادوات سحريه من نبيل عشان تمتص المانا اللي عنده ويقدر يعيش حياه طبيعيه ويبقى الطفل خادم عنده والنبيل يمتص المانا بتاعته في اي وقت هو عايزه ويعيش حياته زي المسجون طول عمره. تسأله مان مفيش اي طريقه ان ديرك يمنح المانا بتاعته الكاتدرائيه هنا يبقى كان بلبس ازرق زيي؟ برد بس ده هيكلفنا فلوس كتير مين اللي يقدر يسدد المبلغ ده؟ حتى امان لو قدرتي تسددي هيفكر الاطفال اللي في الميتم انك بتفضلي طفل عنهم ومن غير ادوات سحريه للاسف اللي عنده مرض الملتهم هيموت. فقرر المناسب دلوقتي لازم يعمل عقد مع نبيل. يوافق مان وهي حزينه وبيتكلم. في العاده النبلاء اللي بتعمل العقد ده بيكون عندهم نقص في المانا كبير مش بيحبوا اي حد يعرف انهم عملوا العقد ده عشان كده مان بيخلوهم خدم عندهم. بتقول مان في سرها زي العقد اللي عمله
والدته فريده بالظبط، وبيحكي لو في حد اتبناه لازم ياخد الاذن الاول من عيلته مش من الشخص نفسه. وبتسال مان طب انا هيحصل معايا ايه؟ بيرد بسبب المنه القويه اللي عندي كمان، وكمان انت ذكيه وبتقدري تكسبي فلوس وعارفه ازاي تستعملي المواهب اللي عندك، عشان كده احنا قررنا يتبناكي نبيل من الطبقه العاليه. وبتطلب مان لو سمحت حاول تشوف نبيل يعامل ديرك كويس. بتسال الطفل ده بنت؟ بترد عليه لا ولد. بيتكلم بسبب ان ولد ده بيعقد الدنيا، لو كانت بنت كان ده يزود احتماليه ان حد ممكن يتبناه. سيبك من الموضوع هنفكر فيه بعدين، المهم دلوقتي لازم نكتشف كميه المنى اللي عند الطفل. هو بتزور منى الطفل وبتقول كبير الكهنه هيكتشف بكره كميه المنى اللي عندك. تاني يوم بيزور كبير الكهنه الطفل وبيطلب من منى انها تمشي خدم من الاوضه. هما بيمشوا ويحط كبير الكهنه تاج على دماغ الطفل، وفجاه بتتحول لون الاحجار الموجوده في التاج. وبيتكلم كبير الكهنه من اللي شايفه درج ممكن يتبنى نبيل من الدرجه المتوسطه العاليه. لو انت قلقانه للدرجه دي يا مان فاول ما يتبناكي كرسيديد ممكن انت اللي تعملي عقد مع الطفل ده. بترد في استغراب انا؟ طب ازاي؟ بيتكلم انت هتكوني نبيله فده ممكن عادي. تفرح مان جدا وبتشكر كبير الكهنه. وبيسالها كبير الكهنه كم واحد يعرف ان الطفل ده عنده مرض الملتهب؟ بترد عليه انا بس. بكمل كلامه وفي الحاله دي حاول ما تعرفيش اي حد باي حاجه واعتني بالطفل كويس. في حاجه مهمه يا مان، لو عرف رئيس الكهنه مرض الطفل وممكن يستغل الوضع وكده يختار الطفل لانه لسه مش عارف يفكر، وانت بتسببي مشاكل كتير ليه. بيقول لو عايزه تحميه لازم محدش يعرف ان عنده مرض الملتهب. بترد عليه حاضر هعمل كل اللي اقدر عليه عشان احميه. بتسال دي ليه يا مان ايه اخبار ديرك؟ وكبير الكهنه قال ايه بالظبط؟ بترد مان لا ما تقلقيش هو بخير، وقال لازم بس نستمر في رعايته. بعد فتره بتزور مان هايدي في الورشه بتاعتها وبتجيب معاها نتائج كل التجارب اللي عملوها. بتسال هايدي ممكن تقولي النتائج اللي طلعت لك؟ تقول احنا اكتشفنا ان بذر الكتان بينتج اللون الازرق، والميشي بينتج اللون الاخضر، واخر حاجه الايزي بينتج اللون الاصفر. بتقول مان عايزين النهارده نستخدم الحبر اللي صنعناه على ورق الفولين وكمان ورق الترومبي. بيجرب غير الالوان على ورقتين وبتظهر الالوان بشكل حلو على ورق الترومبي. ورق الفولين بتكون الالوان باهته فيه. بتكلم هايدي انا مش عارفه ليه ورشات الفن بترفض انها تقول طريقه عمل الدهان، وبتحكي مان ان الدهان بيتصنع بمواصفات خاصه من خلال ورشات مخصصه ليها بس الطرق المستخدمه بتكون سر محدش يعرفه خالص. وانا دلوقتي مش هلاقي اي دهان، والدهان بتاع النبلاء بيتصنع بامر منهم ومش هقدر اجيبه خالص. بتكلم مان يلا يا غيل نجرب نخلط الالوان مع بعض، وبيبدا فعلا ينفذ وبتكون برضو لسه الالوان باهته. ترجع مان البيت وبتحكي لاهلها على اللي حصل في الورشه. بتقول مامتها طب ما تستخدمي ماده مثبته. بتقول مان دي ايه البتاع ده يا ماما؟ بتقول مامتها ده عباره عن سائل بيحافظ على الالوان، انا بستخدمه لما بجفف الهدوم اللي بصنعها وده بيمنع ان اللون بتاع الهدوم يروح. وبتشكر مان مامتها وبتقول انا هجربه اول ما اوصل هناك. بتوصل مان تاني يوم الكدريه وبتقابل لوتس وغيل وبتحكي عن اللي قالته مامتها، وبتقول اول ما اجرب اجمع المكونات هجرب ان اصنعها وامي علمتني الطريقه بالظبط. بتكلم لوتس وغيل ويقول ان احنا الطريقه وانا اصنعها بدالك عشان ما تعبيش نفسك. انا اروح دلوقتي الورشه عشان نبدا في الطباعه، روح شوفي وراكي ايه تعمليه. بتروح مان لدرس الموسيقى بتاعها عند روزينا، وبتحكي مان ان غيل ولوتس منعها تروح معاهم الورشه عشان يصنعوا مواد مثبته للالوان. بترد روزينا الماده دي مهمه قوي وضروريه عند الرسم او الدهان. هو اللي قالت مستحيل نرسم من غير الماده دي. بتكون دي ليا مع الطفل وبيحاول انه يغير مكانه وهو على السرير، وبتسال مان هو ازاي قدر يعمل كده بالسرعه دي؟ ده اخوه الصغير كميل ما بيقدرش يتحرك خالص. تقول روزينا سيبك دلوقتي من ديرك وديليا ويلا نكمل الدرس بتاعنا. هو بتوصل ويلما وبتسال اديليا ديرك عمل معاك ايه؟ بترد زي العاده يعني مفيش حاجه جديده، وكمان اول ما بيروح ديرك الميتم بحس بالوحده قوي. هو بتفتح ديليا الشباك عشان تطمن على ديرك، وبتسال يا مان هو ديرك ممكن يحس بالوحده ويفضل يعيط؟ بترد اعتقد لانه هيكون معاه اطفال تانيين، انا متاكده انه مش هيحس بالوحده خالص. ما تقلقيش يا ديليا ويلما هتقدر تاخد بالها منه. وبتفضل ديليا قلقانه وبتزعق، وبترد مان لو قلقانه للدرجه دي روح شوفيه واطمني عليه هناك. افتكر ديليا لما مشت من الميتم مشكلها كان عامل ازاي، وبتقول وعينها فيها دموع مش عايزه اروح الميتم تاني وبتجري من المكان. بتظهر ديليا وبتطلب دميل انها تروح معاهم الميتم. بتقول مان وصليني بس عند باب الميتم وامشي على طول، هتقدري تعملي ده يا ديليا؟ بترد ديليا امر كمان وبيمشوا سوا. واول ما بيوصلوا هناك بتستاذن ديليا انها تمشي، وبيوقفها دميل وبيطلب منها انها تفتح الباب لميان، وبتحاول ديليا تفتح الباب وصوت دقات قلبها عمال يرفع، وبتكون متوتره وخايفه. وفي الاخر بتقدر انها تفتح الباب وبترحب ويلما بميان والسيد دميل. هو بعدها بتطلب ديليا من ميان انها تمشي من المكان، وتوافق ميان وبتشكرها وبتعتذر منها انها ضغطت عليها عشان تيجي هنا. بتبص ديليا على ديرك وكان لسه هيتقلب من على السرير، وبتخش تلحقه على طول. بتطلب منهم انهم يراقبوه بشكل افضل من كده، وبيفضل ديرك يضحك. تسال ويلما يا ميان هي ديليا هتكون بخير؟ انا سمعت انها ما كانتش عايزه تيجي الميتم. تقول انا مش متاكده الصراحه، انا اتمنى ان ظرافه ديرك تاثر عليها وما تخافش تاني من الميتم. تفضل كل اطفال الميتم يلعبوا مع ديرك وبيكونوا كلهم فرحانين. وبتكلم ميان نفسها ميتم ديليا اتغير وبقى احسن بكتير عن الاول، ما عادش نفس المكان اللي انت جيتي منه. بتكون ديليا بتملي الميه من البير، وبيحكي حد من الكهنه ليها ان في نبيل هيتبنى ديرك. وبعد فتره بتكون ميان ماشيه مع دميل وديليا في الممر عادي، فجاه بيسمعوا صوت ديليا عماله بتزعق. بتقول يا ترى ايه اللي حصل؟ يلا نروح نشوف بسرعه. رجع مال الجناح
المفتاح بتاعها، وبتقابل ديليا وهي متعصبه وزعلانه ان جالهم جواب ان ديرك في حد هيتبناه. بتكون متضايقه لان بكده هيضطر يبعد عنها. بعد ما بقت بتعتبر نفسها اخته الصغيره وانه جزء من عيلتها، بس بان بتفاجئها لما بتقول لها ان اللي طلب من كبير الكهنه تبني ديرك هي بنفسها عشان يبقى في وضع كويس ويلاقي حد يعتني بيه بشكل احسن ويحميه. وفي الوقت ده بيكون لوتس قدر يعمل حبر الوانه ثابته. تزعل هايدي مساعده ميان لان بكده مش هتلاقي حاجه جديده تخترعها او تشتغل فيها، لكن مان بتفرحها لما بتقول لها انها على استعداد تمول ابحاثها كلها عشان تقدر توصل لالوان جديده. بتقول لجوزيف جوزها انها تموله هو كمان عشان يساعد هايدي، لكن هم خارجين بيلاقوا فجاه ضوء بشق السماء، وبيكون استدعاء للفرسان من ناحيه البوابه الشرقيه اللي بيشتغل عندها والد ميان. فبياخدوا ميان بسرعه على بيت اهلها لان الاشاره معناها وجود خطر في المكان ممكن يطول ميان نفسها. ولما بيوصل والد ميان بيفهمهم اللي حصل وان في واحد من النبلاء من خارج المدينه حاول يدخل بدون تصريح مباشر من الحاكم اللي غايب بره البلد، ولما اعترضوا طريقه بدا يهاجمهم، فاضطر يبعتوا اشاره استدعاء للفرسان. وتفضل ميان محبوسه في البيت لمده 5 ايام ومش قادره تروح للكنيسه لحد ما بيتاكدوا ان مفيش اي قلق عليها. بتشتغل ميان الفتره اللي قعدت فيها مع عيلتها فانها تصنع دميه جميله من القماش لاخوها الصغير عشان تفرحه. في الوقت ده كان كبير الكهنه متعصب ومتضايق وبيخبط ايده على الترابيزه، بيرمي الاطباق على الخدم بتوعه وبيجرح واحده منهم في وشها. وسبب غضبه كان ان هو صاحب الدعوه للنبيل اللي اتمنع من دخول المدينه، وجاله تحذير شديد من الفرسان بسبب تصرفه. ولان الحاكم غايب في اجتماع خارج المدينه فالنبيل اللي دعاه كبير الكهنه مش هيقدر يدخل المدينه الا بعد فتره طويله لما الحاكم يرجع. وبيقول فرديناند رئيس الكهنه للخدم بتوع ميان ان احتمال يتم تزوير تصريح الدخول عشان النبيل ده يقدر يعدي من البوابه من غير ما حد يعترض طريقه. وبيطلب من الخدم بتوع ميان انهم يحافظوا عليها في امان، وبينفذ الخدم الاوامر وبيروح لوالد ميان ويبلغوا الرساله ويوصلوا ميان للكنيسه. لكن لما بتوصل ميان للجناح بتاعها بتلاحظ ان المكان هادي وان الطفل ديرك مش طالع له صوت. وبيقول لها فران انه لما رجع من بره ملقاش ديليا ولا ديرك، فطلب من السيد فرديناند كبير الكهنه يعرف ايه اللي حصل بالظبط، وعرف منه ان ديرك تم تبنيه بواسطه واحد من النبلاء. وتستغرب ميان لان التبني تم بدون اذن من الحاكم اللي مش موجود في الوقت ده. بيقول لها ان النبيل ده من خارج المدينه وغالبا القانون ما بيمشيش عليه. بتسالهم عن ديليا لانها خايفه تزعل عشان ديرك، بس فران بيقول لها ان ديليا اتصرفت بدون اذن منها وراحت لكبير الكهنه واتكلمت معاه من وراها وانها الاحسن تسيبها وما تبقاش خدامه ليها. بتطلب ميان استدعاء ديليا، ولما بتوصل بتسالها ميان على اللي حصل، فبتقول لها انها راحت لكبير الكهنه وقالت له ان السيد فرديناند بيدور على حد يتبنى ديرك، فقدر انه يلاقي حد يتبناه على طول، وقال انه هيسيبها تراعي ديرك لحد ما يكبر وهيديهم اوضه من عنده تقدر تقعد فيها مع ديرك وترعاه. واستغربت ميان من اللي حصل لان النبيل اللي هيتبنى ديرك اكيد هيكون هدفه المنى بتاعته، فليه يخليه مع كبير الكهنه من غير ما ياخده. فجاه بيقول فران لميان انه لازم تاخد حذرها كويس لان لما راح يشوف ديليا عرف ان كبير الكهنه عايز يقابلها، وبيقول ان الاول كان بيعمل كل حاجه عشان يتجنبها فليه هيكون عاوز يقابلها، وان اكيد كده في حاجه تقلق. في نفس الوقت حصل توقع السيد فرديناند بالظبط وتم تزوير تصريح الدخول للنبيل، وعرف والد ميان بعد ما النبيل دخل فعلا المدينه وانطلق الجنود في كل مكان يدوروا عليه. بتروح تولي اخت ميان ومعاها لوتس عشان يوصلوا ميان للبيت، والسيد دامين بيقول لهم ان كده مضطر يحموهم كلهم. بصدفه بيقابلوا السيد اونو لاول ما بيشوف ميان بيقول لها كويس انك بخير، بيقول لها ان باباها راح يطمن عليها في الكنيسه وبيحكي لهم عن اللي حصل وان نفس النبيل زور تصريح الدخول وكلهم دلوقتي بيدوروا عليه. وبيسال السيد داميل اذا كان بعتوا استدعاء لفرسان وبيقول له انه مش متاكد، فبسرعه بيبعت داميل اشاره استدعاء لفرسان وبيتكلم ميان اختها تولي وبتقول لها اننا اكيد هنكون بامان هنا مع استدعاء الفرسان، لكن تولي ما بتردش. ولما بتتلفت ميان تكلمها بتلاقي شخص داخل يمسكها وبيخطفها. في لحظه بتكون تولي وميان اتخطفوا قبل ما حد يلحق يتصرف، لكن بيوصل والد ميان في نفس الوقت وبيطلع يجري ورا المجرمين وبيقدر يشد الشوال المخطوفه جواه ميان ويوقعه. تخرج منه ميان، لكن في نفس الوقت بيكون الشخص التاني اللي خطف تولي حط السكينه على رقبتها هو بيهددهم، لكن بسرعه ميان بتستخدم سلاح المنع زي كل مره بتحس فيها بالتهديد ناحيه اسرتها، وبتقول للمجرم لو ما سبتش تولي هيتاذى. وبيحس المجرم بالالم وبيستغل والدها الفرصه وبيحدف خنجر في رقبته عشان يسيب تولي، وفعلا بيقعوا بيقدروا ينقذوا تولي. لكن اللص التاني بيوجه اشعه من خاتم سحري معاه على ميان، لكن السيد دانيل بيتدخل في الوقت المناسب وبيصدها. بيطلب من والد ميان يوصل بسرعه الكنيسه، بيبلغ السيد فرديناند باللي حصل هنا. بيشيل والد ميان اختها تولي، بيطلب من اونو ياخد باله من ميان لحد ما يرجع، وبيقول لوتاز لميان ان رجلها مجروحه وبتقول ان ده اكيد بسبب الوقعه. بيفتكر ميان قلاده كان السيد سيلفستر اداها ليها عشان تستدعيه من خلالها لو في اي خطر عليها، بس قال ان لازم تمزج الحجر بتاعها بدمها. بتعمل كده فعلا عشان تطلب مساعدته، بياخدها اونو مع السيد دانيل ولوتاز وبيمشوا. مولد ميان لما بيوصل للكنيسه بيكتشف ان السيد فرديناند مش هناك، ولما بتوصل ميان هي كمان بتعرف انه مش موجود. بيقول لها فران انه احتمال راح مع الفرسان، لكن بيوصل واحد من الفرسان وبيكون بيسال عنه وبيستغربوا كلهم السيد فرديناند راح فين. بيقول فران لميان كويس انها ما كانتش موجوده لان السيد اللي اتبنى الطفل دريك وصل للكنيسه وكان عايز يقابلها، وفران كان خايف عليها انها تقعد مع كبير الكهنه بدون السيد فرديناند.
هو عارف قد ايه هو بيكرهها. بتخرج مان مع باباه والسيد دميل وفران، وفي الوقت نفسه بيكون كبير الكهنة خارج مع النبيل اللي اتبنى ديرك، وقع معاها عهد بالدم ولبسه ختم في ايده، وبيقابله ميان واللي معاها، وبيقول كبير الكهنة لميان ان النبيل عايز يتبناها وتبقى معاه. فدليا بتقول له انت هتتبناها زي ديرك، فبقول لها انه ما تبناش ديرك وانه وقع معاه عقد عبودية. بيكتشف دليا ان كبير الكهنة خدعها، وبيطلب كبير الكهنة من ميان توقع على العقد، بس هي بترفض. فالنبيل وكبير الكهنة بينادوا على رجالتهم بيهجموا على ميان واللي معاها، وبيتفاجئوا ان السيد دميل واحد من الفرسان. بيحاول النبيل انه يقضي عليه عشان اللي عمله ما وصلش للفرسان، بس ميان بتهجم بالخاتم اللي معاها، فبقول لها ان ده خاتم عبودية، وكده هيبقى فاضل توقع العقد بدمها عشان تبقى عبد عنده للابد. وبيخلي واحدة من الخدامات تمسكها وبيجرح ايديها بالعافية وبيحاول يوقع العقد، لكن ولد ميان بيقوم وبيقدر ينقذها رغم ان النبيل بيجرحه في كتفه. وساعتها ميان بتسيب المنى بتاعتها تخرج على السيطرة، وبتهاجم النبيل وكبير الكهنة. بيكون كبير الكهنة عامل حسابه وجاب حجر سحر اسود بيمتص المانة، لكن الحجر ما بيصمتش قدام قوة ميان وبيتدمر في ايد كبير الكهنة. وفجأة بيوصل السيد فرديناند وبيستغرب كبير الكهنة من رجوعه ان اتعمد يبعته في مهمة وهمية عشان يبعده، لكن فرديناند هو اللي خدعه ويستخبى في الغرفة السرية. وبيطلب كبير الكهنة من النبيل انه يوري له تصريح الدخول بتاعه، وبيقول له انه شاكك انه مزور لان حاكم المدينة غايب وممضاش على تصريح الدخول. لكن كبير الكهنة بيقول بسرعة لفرديناند ان مان سابت المانة بتاعتها تخرج عن السيطرة وان ده لازم تتعاقب. وتعرف مان من السيد فرديناند انها فعلا هتتعاقب هي وعيلتها وخدمها بسبب انها خرقت القوانين. وبتطلع من قلادة الحماية اللي معاها واللي اداها ليها السيد سيلفستر، وبتقول له ليه ما جيتش ساعدتني زي ما قلت لك. وبيشوف فرديناند القلادة ويقول لمان انها فعلا قلادة حماية وقوية جدا، وبيقترح عليها عشان تفلت من العقاب انهم يبعتوا للسيد سيلفستر ويتبناها فورا عشان يحميها هي وعيلتها. لكن بابا بيتمسك بيها وبيقول لها مستحيل يسيبها تبعد عنهم، بس مان بتقول ان مصلحة الكل اهم منها. بتوافق ان سيلفستر يتبناها، وبيدي فرديناند خاتم وبيقول لها انه يحميها من المنى بتاعتها. بيخرج اداة سحرية بيربط بيها كبير الكهنة ويقيده. بيبدا يهاجم النبيل التاني اللي بيستغرب من ان فرديناند معاه اداة زي دي. بتفاجئ ان خريج الكلية ملكية وان كمان من الفرسان، لكن بيكون مع النبيل اداة زيها بيصد بيها هجوم فرديناند، وبتبدا المعركة ما بينهم والمنى بتطير في كل مكان. بتكون هتأذي مان وعيلتها، بس بتستخدم الخاتم اللي اداه لها فرديناند وتحميهم بيه، وبتهزم النبيل في النهاية قدام قوة السيد فرديناند. فجأة بيوصل السيد سيلفستر ومعاه كرسيديد، بتعزل سيلفستر لمان لانه اتأخر قبل لما جه يحميها وينقذها. وبينحني السيد فرديناند قدام سيلفستر، وبتستغرب مان من اللي حصل. مكبري كان فبيقول له انت جيت في الوقت المناسب. وسيلفستر بيسأله وبيقول له ايه اللي حصل يا خالي. اما اكبر مفاجأة لما بتعرف مان ان سيلفستر هو نفس حاكم المدينة اللي كان غايب بره في رحلة صيد، وبتصدقش مان نفسها. وفي الوقت ده بيكون لوتز بيحكي للسيد بينه اللي حصل، بيقول له على القلادة السحرية اللي حطت عليها ميان من دمها. فبيقول لهم ان الموضوع ده كان بدري عليها قوي، وبيطلع يجري بره. اما في الكنيسة فالنبيل الشرير بيطلب من سيلفستر انه يعاقب ميان انها فتاة عامية اتجرأت على مهاجمته. بس سيلفستر بيفاجئه وبيقول له مين قالك انها فتاة عامية؟ دي بنتي انا بالتبني، والدليل هي القلادة اللي في رقبتها، واللي في حقيقتها هي عقد تبني فوري بيتم توقيعه مجرد ما الشخص يحط عليها من دمه زي ما ميان عملت. وبيقول له سيلفستر انك دلوقتي انت اللي هتتعاقب، مش بس عشان زورت تصريح الدخول، لكن لانك اعتديت على بنت الحاكم بنفسه، وبكده هيكون عقابك مش هين. اما كبير الكهنة فبيقول للحاكم انه بريء وما كانش يعرف اي حاجة وايه اللي بيحصل. بس الحاكم بيقول له امتى هتقدر تختلق اعذار يا خالي. فكبير الكهنة بيقول له ان اكيد اخوك هو اللي ضحك عليك واقنعك تتبناها. وساعتها مان بيتفاجئ ان سيلفستر الحاكم والسيد فرديناند اخوات من نفس الاب لكن من ام مختلفة. وسيلفستر ما بيصدقش كلام خاله وبيقول له ان الجرائم اللي عملتها لها عقاب واحد وهو الاعدام، وضغط على السجن ويحكم بالسجن على كل اللي معاه. بتطلب منه ميان يعفو عن ديليا لانه كان هدفها مصلحة ديرك، ما كانتش تعرف ان هو كبير الكهنة الشريرة. فبيقول لها الحاكم انه يسيب لها الحكم، هي اللي تحكم بنفسها، تحكم عليها ترجع الميتم وتربي ترك هنا، تبقى مسؤولة عن الايتام الصغيرين اللي فيه. وبتشكرها ديليا جدا على اللي حصل. وبعدها الحاكم بيقول لميان ان عشان اجراءات التبني تكتمل لازم توقع عائلتها على العقد، بس عشان الحاكم يتبنى بنت من العامة الموضوع مش سهل، فهيتم تبناها الاول بواسطة كرسيديد الفارس، تبقى ميان بنت نبيلة من زوجته الثالثة. بعدها الحاكم يتبنى بنت كرسيديد، وبيروح والد ميان وهو باين عليه الحزن وبيجيب عيلتها ويرجع على ميان توقيع العقد. وبيقولوا الحاكم انها مجرد ما يمضوا العقد السحري هتقطع صلتهم بميان وما يقدروش يكلموها كافراد من عيلتها. وبتعيط تقول انها مش هتقدر تشوف اختها مره تانية، وبتبكي ميان هي كمان، لكنها بتكون مضطره تستمر عشان تحمي عيلتها وما تعرضش اخواتها الصغيرين للخطر. وبيقول لها باباها انا اسف لاني ما قدرتش احميها، بس هي بتقول له انها حماها طول عمره وانها بتتمنى لو هتتجوز شخص يحميها ويخاف عليها زيه. وبيقول الحاكم لميان انها يسمح لها تستمر في شغلها مع السيد بينو لان صناعه الورق مهمه للمدينه. وتوقع عيله ميان العقد، وفجاه بيتألق الخاتم اللي في ايد ميان
فرديناند، وبيخاف الحاكم وفرديناند ان المنى بتاعتها هتخرج عن السيطره. ده كمان بتقول لهم ما يخافوش لانها منى اتولدت من حبها لعيلتها ولازم تستغلها في الخير، وبتقدر من المنى دي تنزل عليهم تبريكات بتشفي جرح باباها والسيد جميل وكل الناس اللي في المدينه. وبكده بتكون مهان اسمها اتغير وبقت رسميا النبيله بنت الحاكم. وبكده نكون وصلنا لنهايه القصه الاجمل على القناه، وهي قصه امينه المكتبه. يا رب يكون اللي عجبكم والفيديو عجبكم. يا ريت تكونوا ابطال قبل ما نمشي نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. كان معكم احمد رمضان، اشوفكم فيديو جديد. سلام عليكم.